السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أهلا بحبايب قلب المتابعين. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى شوية كوماج، حاجة كده بغاشة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة كده بالآخر، واللي يشوف كده ايه صلى على النبي، حاجة طرية، حاجة هتعجبكم إن شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده ايه، حبة كوماج. يعني هي قامت في دماغي كده ان احنا نعمل ايه حبة الكوماج دولت، حاجة كده طرية. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهوت. يعني ما اقولكوش بعد كده احنا كنا بقى عايزين ايه، العيال عايزين ياكلوا اكل نواشف ومفيش حاجه في البيت، عيش طري ولا حاجه، العيش المدعم بقى ما بيعادش بيكفي. فقلنا ايه، قوم نعمل كده ايه حبه 2 كيلو دقيق نعمل بهم حاجه طريه. كان عندنا لبن موجود رايب، فانا قلت ايه اقوم اعمل شويه كوماك كده حلوين نقضي بيهم اليوم، وفي نفس الوقت تبقى حاجه طريه معموله في البيت طعمها جميل. وايه ومسكته زي ما انتوا شايفين ايه، بطاطا على ايدي المره دي، مرضتش اعمله في المكن. يلا نشوف بقى المكونات بتاعتنا. معايا قطعه خميره زي ما انتوا شايفين كده، خميره من اللي هي البيره العاديه، وعليها يجي نص كوبايه سكر، وايه وكوبايه ايه الا ربع من الميه. وابتدي بقى ايه ادوبها كويس الخميره بقى ايه مع الميه، والخميره مع الميه والسكر زي ما انتوا شايفين كده. اقلبهم كويس لما لحد الخميره بتاعتنا ما تدوب هي والسكر. زي ما انتوا شايفين كده الخميره بتاعتنا دابت هي والسكر اهيت. ابتدي بقى ايه اجيب دقيق من الدقيق بتاعنا اللي انا نخلته دوت بتاع العجين، وايه واقلب الدقيق ده في الخميره كده عشان ايه اشوفها هتعمل فقاقيع وتبقى حلوه. عشان الكماك بالذات الحاجه الوحيده اللي بيحب الخميره وبيحب العجينه تبقى خمرانه ومرتفعه واخده حقها في الارتفاع، علشان تطلع العجينه بتاعتنا مظبوطه تمام. بالذات الكماج يا جماعه خلاف اي عجينه تانية بصراحه، يعني عشان يطلع معاكي يديكي ايه اللمعة اللي فيه والحمرار الجميل اللي فيه دوت. زي ما انتوا شايفين العجينة بتاعتنا فيها فقاقيع اهيت كده، الخميرة بتاعتنا مظبوطة وكويسة زي ما انتوا شايفين. انا قلبتها فيها اهوت حبة الدقيق، وكده بقى الدقيق بتاعنا جاهز، واللبن بتاعنا برضو جاهز، لبن رايب اهوت. واجيب بقى حبة ملح احطهم على الدقيق بتاعنا، وباكو بتاع فانيليا كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا برضو باكو كيك شيف احطه برضو على الدقيق بتاعنا كده عشان يخلي العجينة بتاعتنا هشة وحلوة. واقلب المكونات بتاعتنا كده في قلب الدقيق كويس. ومعايا كوباية وشوية من الزيت، قصدي من السمنة. انا قادحة السمنة دي على النار، انا ما حطيتش زيت، الزيت لسه هحطه في الاخر. دي كوباية، معلش انا تهت قلت زيت. دي كوباية وحوالي كوباية ونص كده من السمنة. سمنة كريستال، انا بستخدم سمنة كريستال، اي سمنة عندكم برضو استخدموها. وانا احب ايه لبن الكماك بالذات احب اصفيله اللبن بتاعه عشان لو في اي تكتلات او اي حاجة. عشان هو كان لبن حليب وانا حطيته على النار وما كنتش اعرف ان هو راب، فاكيد ممكن يكون عامل تكتلات، فلازم اصفيه عشان ايه ما يعملش حاجة في الكماك بتاعه. او ممكن تضربيه في الخلاط، بس انا ايه حبيت اصفيه، ممكن ينضرب في الخلاط. زي ما انتم شايفين كده ايه، ابتدي بقى نصفيت اللبن بتاعنا ابتدي الف العجين بتاعنا كويس، الدقيق في اللبن كده عشان ايه الدقيق بتاعنا يشرب ايه اللبن بتاعه على قد العجينة، على قد ايه ما هي محتاجة. والدقيق اللي يتبقى ازوده بالايه باللبن زي ما انتم شايفين كده. انا ماشية معاكم خطوة خطوة. اجيب بقى ايه الخميرة بتاعتنا افضيها عشان ايه قبل ما عشان لو احتاجنا لبن ولا حاجة يبقى انا حطيت كل المكونات بتاعتي، يبقى ايه لو احتجت حاجة لبن احط، بس اكون حطيت خميرتي وسمنتي وكل حاجة. وادي لها بقى لبن على قد ما ايه ما العجينة بتاعتنا ايه هتعوز. كده بقى امسك بقى العجينة كلها الفها ببعضها كده زي ما انتم شايفين، اشربها بالدقيق بتاعنا كده
هبتدي الفها كويس عشان لو ايه اتبقى معانا حاجه من الدقيق اجيب بقى ايه حاجات بسيطه، شعره بسيطه من اللبن زي ما انتم شايفين كده، شعره بسيطه من الدقيق هزودها بقى ايه شعرة لبن بسيطة كده صغيرة كده. العجينة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله هي سبتها ارتاحت شوية بعد ما عجنتها، ورجعت بقى ايه اديها بقى ايه شوط تاني علشان ايه يبقى العجينة بتاعتي واخدة حقها زي ما انتم شايفين كده. بعد ما لفيت الدقيق شوية كويس سبتها بقى ترتاح شوية، وقلت بقى ايه ارجع اكمل فيها ايه عجين. كده انا خلصت العجينة بتاعتنا، اديتها حقها في العجين وبقت مية مية. المقطع اللي كان انا حطيت فيه الزيت معلش اتمسح مني، انا حطيت برضو ربع كوبايه من الزيت عشان ما كترش، عشان العجينه بتاعتنا ما تبقاش طريه. كده انا سبت العجينه غطيتها نص ساعه لان اللبن كان دافي وميتي كانت دافيه بتاعه البتاع. عطيه ابن بنتي كان بيحط ايده على العجينه زي ما انا بعمل، بيعمل زيي كده. العجينه بتاعتي زي ما انتم شفتوها، وكده بعد العجين بعد ما قطعته حاجه كده بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. بقى قعدت ابطط ايه انا وبنتي بقى على ايدينا، قاعدين نبطط الكوماج زي ما انتم شايفين على ايدينا ونحطه على ايه على الصينيه كده. شوفوا العجينه ماشيه في ايديا ازاي زي الملبل اهي. انا حبيت ايه اعمله على ايدي علشان المكنه بتبقى ترققه شويه من ايدينا، فانا عايزينه يبقى طري كده. حبيت ايه عملته على ايدي المره دي زي ما انتم شايفين كده. سيبته بقى نص ساعه ولا ساعه الا ربع، على قد ما تسيبيه بيرتفع بتطلع العجينه مظبوطه معاكي وبتبقى واخده حقها وما يبربقش منك الكوماج بتاعك. كده بقى انا ابتديت ايه اشتغلت الفرن وهديته وحطيت الصينيه فاضيه في الفرن. لما سخنت زيها زي الفرن ابتديت احط فيها ايه الكوماج بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، وابتدي بقى ادير في الصينيه كده كل شويه علشان ايه الفرن من جوه حامي عن الناحيه دي ايه يخلي الكوماج بتاعنا ايه يرتفع معانا زي ما انتم شايفين كده. الكوماج بسم الله ما شاء الله اهوت بيقب معانا اهوت. انا حبيت اوريلكم برضو هو في اول الفرن، وهوريلكم برضو هو ايه لما الفرن ابتدى يدور كده ويستوي والفرن ياخد ويدي مع بعضه هوريهولكوا برضه. شوفوا بسم الله ما شاء الله اهوت واخد اللون الوردي بتاعه ده. بقى افضيه بقى هو ايه الصينيه بتاعتنا والكماج منها كده، وارجع ايه اعبي الصينيه تاني برضه زي ما انتم شايفين كده واحده واحده كده. طلعت اهوت وحطيت غيره في الفرن اهوت برضه هنعمل نفس الخطوه برضه. ابتدى برضه اللي جوه اهو يقب اهو. هدير الصينيه برضه عشان ايه اللي جوه برضه يقب كده زي ما انتم شايفين. عشان برضه ايه دايما النار بتبقى حامية من جوه عن الناحية دي، عن الفرن من الناحية دي ياخد لونه ايه عشان يقب ويبقى كويس زي ما انتم شايفين كده. شوفوا بقى بسم الله ما شاء الله الكماج بتاعنا قب وبقى حلو ازاي. كله اهوت بيقب وياخد اللون بتاعه بتاع السوا. حاجة كده طرية بسم الله ما شاء الله، لونه وردي لونه جميل جدا. حاجة كده هتعجبكم ان شاء الله. كده بقى ايه اللي نحمر ونطلع كده ونحط غيره برضو نفس الشيء. انا اللي بصور نفسي بقى زي ما انتم شايفين كده ايه على الله بقى يعجبكم الكماج بتاعنا كده تحفة بسم الله ما شاء الله. حاجة كده ما اقولكوش مفيش بعد كده يعني. حب الكماج كده بالصلاة على النبي حاجة طرية كده حاجة كده على قد ما تسيبي العجينة ترتفع معاكي تديكي نتيجة كويسة زي ما انتم شايفين. حاجة كده بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حبة كماج طريين
حاجة كده بتدوب في البق وناعمين، لان لبنهم لبن دسم وحطت لهم سمنة ومظبطاهم وزيت، يعني كده حاجة بسم الله ما شاء الله طالعة كده من الفرن زي الملبن. طعمهم كان تحفة، وبسم الله ما شاء الله كنا وتعشينا منهم. وفات حاجات بسيطة يعني، مفيش بعد كده بقى يعني ما اقولكوش، يعني كانوا حبة كماك بالصلاة على النبي كده. على لا ايه هيعجبكم ان شاء الله. وحبايب قلبي ما تنسوش بقى تدوسوا لايك بقى. لو دي قناة ام محمد، على الله يعجبكم كل اللي قدمه لكم زي ما انتم شايفين كده. حبايب قلبي ما تنسوش بقى تدعموني وتدوسوا لايك زي ما انتم شايفين، حاجة كده بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هيعجبكم الفيديو ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.